أهلا وسهلا بكم متابعين قناة حكايات ميرو في حكاية جديدة وحلقة جديدة. الحلقة دي جايين نتكلم عن الخناقة اللي حصلت بين ميدو عادل ولقاء سويدان. خرج الفنان المصري ميدو عادل عن صمته بعد يومين من الجدل حول واقعة صفع الفنانة لقاء سويدان ليه في كواليس مسرحية سيد درويش اللي تم تقديمها على مدار 4 سنوات بين القاهرة والإسكندرية، وانتهت بمشكلة بينهم وصلت للشؤون القانونية. رد ميدو عادل على صفحة لقاء سويدان ليه متصدر الترند بتفاصيل الأزمة المشتعلة بينهم، منوه عن تعرضه للاستفزاز طول مدة عرض المسرحية بشهادة الشهود. وقال ميدو عادل في تصريحات مصورة المرة دي: كل الناس اللي كانوا حواليا دول شهود عيان، اللي كانوا بيقولولي هي هتموت وتستفزك، وكل يوم لمدة 30 ليلة سواء في اسكندرية أو القاهرة كانت بتحاول تخلق مشكلة وهم يقولولي اهدى، وسبحان الله ربنا كان مهديني عليها. أضاف ميدو عادل عن صفحة لقاء سويدان: لما عملت الحركة دي كنت هاكلها علقة موت، بس الناس مسكوني وقالولي ربنا بيحبك ان انت سكت عشان ما توقعش نفسك في الغلط وتعرف تجيب حقك وحق ناس كتير. أزمة ميدو عادل ولقاء سويدان كانت الأقاويل قد ترددت حول مشادات كلامية متعددة قامت بين لقاء سويدان وميدو عادل طول مدة عرض المسرحية، كما ترددت الأنباء حول سخرية ميدو من لقاء وتبادل السب والإهانات بينهما أثناء عمل البروفات الخاصة بالمسرحية في الإسكندرية. وعلقت لقاء سويدان على أزمة مؤكدة إنها أصبحت أمام الشؤون القانونية، وكتبت عبر الفيسبوك: صباح الخير، أنا مش هتكلم في مشكلة أمام الشؤون القانونية من يوم 2/9، وكذلك أمام الرقابة الإدارية، ومش هرد على بوستات فيها تجاوز غير بالقانون. كما ظهرت في فيديو لايف عبر حسابها على الانستا وقالت إنها لا تود تشويه الطرف الآخر قبل اكتمال التحقيقات، وطلبت من الجمهور عدم. ومن ناحية كاتب مسرحية سيد درويش، من ناحيته كشف الكاتب السيد إبراهيم مؤلف مسرحية سيد درويش عن موقفه في هذه الأزمة التي أرجع سببها للقاء سويدان، مؤكد إنها تعمدت إغلاق العرض وعمل مشكلة بينها وبين ميدو عادل، مشيدا بموقفه الفني المحترم. وكتب مؤلف سيد درويش عبر حسابه على الفيسبوك قال: كاتب سيد درويش. من ناحيته كشف الكاتب السيد إبراهيم مؤلف مسرحية سيد درويش عن موقفه في هذه الأزمة التي أرجع سببها للقاء سويدان، مؤكد إنها تعمدت إغلاق العرض وعمل مشكلة بينها وبين ميدو عادل، مشيد بموقعه الفني المحترف. وكتب مؤلف سيد درويش عبر حسابه في الفيسبوك: قالت لي جليلة في الليلة السابقة وكان معي الفنان ياسين الدو إنها ستغلق عرض سيد درويش، ولم أتوقع إنها تنفذ نيتها المتعمدة وتفعلها في الليلة الأخيرة وتبسط فرح الجميع وتشوه نجاح ومجهود 4 سنوات ولا تحافظ عليه. وأضاف: ولا تخرج لتحية الجمهور إنها تربصت لبطل العرض الفنان ميدو عادل في الكواليس وتصفعه بالألم، رغم هذا تملك أعصابه وخرج احتراما لفنه وجمهوره والعمل الذي أحبه. ثم اتضح ان هذه هي عادتها في كل العروض اللي شاركت فيها او اشتغلت كواليسها. وبكده الحكاية بتاعتنا هتكون خلصت. اتمنى منكم تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة لو انتوا لسه جداد عشان يوصل لكم كل جديد.